السلام عليكم. في الفيديو ده هنبدأ نعمل الابليكيشن بتاع فلاتر اللي هنستخدمه مع الموديل اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات. فطبعا هنروح على أي مكان احنا عايزين نكريت فيه المشروع، وبعدين هنفتح التيرمينال وهنكتب فلاتر كرييت ونحط اسم المشروع اللي احنا عايزين نكريته. نسميه بنانا نسبة للموديل اللي احنا كنا عاملينه في الفيديو اللي فات يعني. كده هو هيبدأ يكريت لي المشروع. هنلاقي إن في فولدر هنا عندي الكارير، هدخل بقى أنا في الفولدر ده نفسه، هندخل على الليب وبعدين على المين. أنا مش عايز طبعا ده كله، أنا هبدأ أكريت أنا الكلاس بتاعتي، فأنا ممكن من عند الكلاس ده كده أشيل ده كله، وبعدين هقول له هنا stateless widget نسميها اللي هو ماي اب اللي هو مديها لي هنا. ايه بقى اللي احنا هنعمله لو جينا نشوف كده التطبيق بتاعنا عامل ازاي؟ هنلاقي ان هو عبارة عن صفحة زي كده، في مكان هنا أنا بدخل فيه الصورة أو الصورة بتظهر لي، وفي زرارين، الأول ده بيلود الصورة من الجاليري والتاني بيجيبها لي من الكاميرا. فسواء هضغط على دي أو هضغط على دي، فأنا هنتقل بقى لصفحة تانية، هلاقي إن الصورة عندي ظهرت في الجزء اللي هو في الأعلى ده، وبعدين هلاقي إن الزرارين اتغيروا، واحد بقى اسمه بريدكت ايمج والتاني سيلكت انذر ايمج، اللي هو لو ضغطت عليه هيرجع لي للصفحة دي. طيب لما اضغط بقى بريدكت، هلاقي ان هو هيوديني على الصفحة دي اللي هو بقى فيها زي شرط كده بترسم لي الكلاسز. انا عندي الكلاس الاول اللي هو الرايت والكلاس التاني اللي هو الانرايت، وبيبدأني ان هو يديني النسب بتاعة كل واحدة او البريدكشنز بتاعة كل واحدة. هو التطبيق بتاعنا عبارة عن صفحتين، الصفحة دي بتاعة الشرط والصفحة التانية دي. بس الصفحة اللي هنا بناء على إن أنا مختار صورة ولا لأ، فهو بيظهر لي الشكل ده، يعني دي أو دي. فإحنا هنبدأ إن إحنا نعمل الصفحة الأولى دي. هلاقي إن أنا عندي ماتيريال آب، وبعدين سكافول. السكافولد ده هنلاقي إن هو واخد السيف اريا، يعني أنا عامل سيف اريا عشان معديش على المكان ده، ومفيش أب بار في السكافولد عادي. وبعدين هلاقي إن أنا عندي في حاجتين تحت بعض. طب الحاجتين اللي تحت بعض دول اللي هو الشكل الأبيض ده، وبعدين بعد كده في اتنين باتون قصاد بعض. طالما هم كلهم تحت بعض، فده كده هيكون كولوم. الايتم الاولاني فيه اللي هو الجزء ده، والايتم التاني هيكون هو ايه؟ الجزء اللي تحت ده. طب الاتنين اللي تحت دول ايه؟ بما انهم قصاد بعض كده، فده برضه هيكون رو. فايه بقى اللي موجود هنا برضه؟ يعني لو نشغل كده هلاقي ان انا عندي في البداية خالص في كولوم، الكولوم ده جواه اتنين ايتم. الايتم الاولاني وهو الشكل ده اللي عامل زي الكارد ده، فده كده برضه هيكون كونتينر يعني. وبعدين الايتم التاني هيكون هو اللي بيحمل لي الاتنين باتوم اللي قصاد بعض، اللي هو هيكون برضه رو. طب والرو ده جواه ايه؟ جواه اتنين ايتم برضه. الايتم الاولاني هيكون الباتوم الاول، والايتم التاني هيكون الباتوم التاني. يبقى انا كده عرفت ايه هو الديزاين اللي موجود في الصفحه دي. خلاص، يبقى انا عندي ماتيريال اب، بعدين سكافول، وبعدين كولوم. الكولوم فيه كونتينر معمول له شويه ديكوريشن، وبعدين الكولوم برضو فيه رو. الرو موجود فيه باتوم واحد وبعدين باتوم اتنين. طيب الصفحه بقى التانيه اللي هي بتظهر هنا، فهي بتظهر بقى بناء على ان انا ضغطت على زرار الجاليري او الكاميرا ان انا لودت صوره ولا لا. فطبعا لما الود صوره، ان انا اخد الصوره من الديفايس بتاعي، في البدايه هي هتظهر لي هنا، وبعدين بعد كده محتاج ان انا اغير الايتيمز اللي موجوده في الرو بتاعي. يبقى الرو اللي هو تحت ده، الايتم اللي فيه بتعتمد على هل الصورة موجودة ولا لا، هل انا عملت لود للصورة ولا لا. طب ندخل بقى على الصفحة اللي بعديها، هنلاقي ان هو شارت بالشكل ده. طيب الشارت ديت هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن باكج كده جاهزة احنا هنستخدمها، وهنحط نوع الشارت بتاعنا اللي هو هيكون كولوم، يعني كأنه أعمدة. طبعا احنا عارفين يعني الشارت ممكن تكون حاجة بالشكل ده كده، أو ممكن تكون إيه أعمدة بالشكل ده، حسب بقى عندك الكام عمود، أو ممكن تكون نفس الأعمدة ديت ولكن معكوسة، أو حتى إيه تكون حاجة زي كده ولكن يعني مش بالشكل كده بالظبط، تكون طالعة ونازلة كده كأنها باينر يعني. فأنت بتقدر تحدد الشكل بتاعك ده. هي الباكج إحنا هننزلها وهنبدأ إن إحنا نتعامل معاها ونحدد النوع ده اللي هو اسمه كولوم، وبعدين هنعرف إزاي نبني الداتا اللي موجودة فيها. أنا عندي كلاس أولاني اللي هو الرايت، والكلاس التاني اللي هو الأنرايت. هنعرف ازاي نحطهم ونحط البروبابيلتي بتاعته اللي جايه لنا اصلا من الموديل. خلينا بقى ايه في البدايه نبدا مع اول صفحه دي. قبل ما ندخل في الكود، عايزين بس نشوف الباكج اللي احنا هنستخدمها.
فأول باكج عندنا وهي ال HTTP، ودي نستخدمها علشان نعمل ريكوست على السيرفر بتاعنا، فهنبدأ إن إحنا ننزل الباكج دي. تاني عندنا وهي الايمج بيكر. الايمج بيكر هتسمح لي ان انا الود الصور بتاعتي من الجاليري او من الكاميرا. تالت باكج بقى وهي السنس فيوجن فلاتر شارت دي هتسمح لي ان انا ارسم الشارت بتاعتي اللي هو بالشكل ده يعني. دول التلاتة باكج اللي احنا هنستخدمهم، اللي هو السنس فيوجن وبعدين الايمج بيكر وبعدين ال HTTP. فاحنا هننزلهم وبعدين هنثبتهم طبعا، نحطهم هنا كده في الباور سبيك. ندخل على الكود. طبعا ده المشروع بتاعنا مش في اي حاجه خالص. انا عايز بقى ابدا ريتيرن اول صفحه عندي اللي هي بالشكل ده. بعد هدخل على الليب، وجوه الليب هبدا ان انا اعمل فايل. هنسمي الفايل ده مثلا image viewer .dart. ده الفايل اللي هيظهر لي الصوره. هنقول الستيتفول وهنسميها image viewer برضه. وبعدين هرجع هنا في المين، هنشيل ده وهنقول ماتيريال اب. جوه الماتيريال اب هنشيل الديباج مود، هنحطها في فولس. وبعدين هقول له ان هوم هيكون هو الايمج فيور اللي انا لسه عامله. هعمل سيف. هاجي بقى على الايمج فيور، خلينا احط ده برضه كونستانت. هشيل ده وبعدين هعمل سيف اريا. الشايلد بتاعها هيكون هو السكافولد، احط سيم كولن. طب جوه السكافولد بقى انا في اول صفحه مش عايز الابر، فانا هبدا من عند الباد على طول. طب الباد بتاعنا هيكون ايه؟ هيكون هو الكولن زي ما احنا قلنا. طب الشيلدرن بتوع الكولوم هيكونوا ايه؟ أول شايلد عندي هيكون هو كونتينر children كونتينر. الكونتينر اللي هو هنا، ممكن نكبر ده كده شوية. الكونتينر اللي هو هنا، الكونتينر ده هنعمل له ديكوريشن. هنقول له إن هو بوكس ديكوريشن. هنديله بوردر راديوس هيكون سيركلر. القيمة بتاعته هتكون صغيرة شوية، ممكن نخليها 10. أعمل سيف. عايز إن أنا اديله بقى كلر. طب هو الشكل ده معمول ازاي؟ هو الكلر ذات نفسه وايت عادي ابيض، معمول له بوردر كلر. فانا هاجي هنا اقول له انت هتضيف لي برضو بوردر. بعدين بوردر دوت اول. عايز بقى هنا في الاول اضيف له الكلر colors دوت بلاك واعمل سيف. عايز بقى ان انا اظهر الكلر بتاعي، لازم ادي الكونتينر هنا هايت. اقول له هايت ونديله القيمه 300 واعمل سيف. هلاقي ان فعلا في عندي كونتينر هنا اهو، البورتر بتاعه باللون بلاك. عايز بس اراب الكولوم ده ببادنج. البادنج ده هيكون من كل الاتجاهات وهيكون القيمة بتاعته 20. اعمل سيف علشان ياخد المسافات من الجناب ومن فوق. بعدين بس هقلل الاوباسيتي بتاعة اللون الكلر ده، فانا اقف عليه. هبدأ ان انا انزل الاوباسيتي كده شوية. تمام. ممكن ننزلها برضو شوية كمان بالشكل ده. ده كده الكونتينر الاول عندي. تاني ايتم بقى في الكولوم هيكون هو الرو اللي بيحمل الاتنين بطن. انا خلاص خلصت كده من الكونتينر، فانا ممكن اقفله اقول له انت عندك تاني واحد هو الرو. طيب الرو ده الشيلدرن بتوعه، اول شيلدرن عندنا هو البطن. طب البطن ده احنا هنعمله ازاي؟ احنا هنعمل بقى كاستم بطن خاص بينا يعني. فهنبدأ نعمله، هنقول ان هو كونتينر. الكونتينر ده معمول له ديكوريشن بوكس ديكوريشن برضو. طيب البوكس ديكوريشن ده هيكون معمول له بوردر راديوس، والبوردر راديوس هيكون سيركلر، والقيمة بتاعته هتكون 10 برضه. بعمل سيف. عايز بقى إن أنا أحدد الويدث والهايت بتوعه زي الصورة هنا كده، يكون الحجم بتاعهم صغير كده. فأنا أقول له أنت عندك أدي الكونتينر أهو، الويدث بتاعك هيكون 150 والهايت هيكون 50. وبعدين هعمل سيف. مش هتظهر طبعا حاجة لأن هو واخد كلر وايت. هاجي هنا وأقول له أنت غير لي الكلر بتاعك. هنخليه colors دوت بلاك. نقف على البلاك كده وبعدين نرفعه، نبدأ بقى نديله الكرر اللي احنا عايزينه. حاجة بالشكل كده مثلا اهو. هغير الأوباسيتي شوية سيف. ده كده ايه بيمثل الكونتينر اللي هو الباتون بتاعي. عايز بقى ان انا احط الجملة اللي فيه. هنقول عندي الكونتينر اهو الشايلد بتاعه هيكون تكست
طب التكست ده الجملة هتكون ايه؟ اول حاجة عندنا وهو load image from gallery. load image from gallery بالشكل ده. طب عايز بقى ان انا اخليها في السنتر، واقول له هنا تكست الاين، وهديها تكست الاين دوت سنتر بالشكل ده. هو كده خد السنتر بس من الشكل الافقي، انا عايزه ياخد برضه سنتر في الرأسي. هعملها ازاي؟ هراب التكست ده بوجهة سنتر، هلاقي ان هو هينزل تحت شوية. هعمل سيف بقى بالشكل ده. ده كده الشايل بتاع الكونتينر اللي هو الباتون. طبعا عايز بقى اخليه باتون، يعني انا عايز لما اضغط عليه يبدأ ان هو ايه، يكون فيه فانكشن بتتنفذ وكده. هراب الكونتينر نفسه بوجهة اسمها انكويل. انكويل. طيب في جوه الانكويل بقى في فانكشن اسمها اون تاب. دي الكول باك فانكشن بتاعتنا، اللي هي لما اضغط على الكونتينر ده هيتنفذ الكود اللي جوه الفانكشن دي. اضغط عليها هلاقي فعلا اللي هو خد الايفكت بتاع الباتون. بس انا عندي هنا في مشكله، ان انا الكونتينر نفسه واخد سيركلر 10، انما الانكويل مش واخد السيركلر. فهقول له برضه هنا لي برضه في الانكويل برضه الراديوس، وهيكون برضه الراديوس دوت سيركلر ونفس القيمه بالظبط اللي هي 10. فكده اصبح الاثنين واخدين نفس البوردر راديوس. ده كده الباتون الاولاني عندي. أنا عايز بقى إن أنا أضيف البottom التاني، فأنا هكرر الكود ده. فأنا ممكن أصلا آخد ده كله widget كده وأسميه custom bottom. والcustom bottom ده أبدأ أكرره كمان مرة، لأن أنا فعلا بقى عندي اتنين bottom. عايز بقى إن أنا أخلي كل واحد منفصل عن التاني، يعني ده ليه تكست وده ليه تكست تاني. ده فيه function بتتنفذ، وده function تانية خالص متغير عندي. فأنا هدخل على custom bottom وأقول له أنت هنا هتعمل لي variable final string، ده بيمثل لي التكست بتاعه. وهعمل برضه هنا variable تاني final، بس ال variable ده هيكون هو void callback function، وهسميها on tab. هضيفه من الكونستراكتور بتاعنا. هنزل بقى تحت اقول له خلاص انت مش هتاخد دي، انت هتاخد التكست، وهشيل الكونست من هنا. وكذلك الامر برضه الانكويل مش هتاخد فانكشن هنا، ده هي هتاخد الاون تاب. هطلع بقى فوق اقول له انت هنا load from gallery، وبعدين هنا capture image والكاميرا بالشكل ده. يبقى أصبح كل باتون منفصل عن التاني بالتكست بتاعه زي اللي في الصورة هنا. عايز بقى إن أنا أعمل المسافة اللي ما بينهم، هروح على الروزك نفسه وبعدين هقول مين أكسس ألاينمنت وهخليه سبيس بتوين. أعمل سيف. هو فعلا خد المسافة اللي ما بينهم. عايزين بقى نرجع للكونتينر اللي فوق ده، وأبدأ إن أنا أضيف السترنج اللي هي اسمها نو ايمج سيلكتد يت. هخفي ده كده شوية وبعدين هفتح تاني الكونتينر. أنا عايز بقى إن أنا أبدأ أضيف الشايل بتاع الكونتينر ده. بس أنا عندي مشكلة إن الشايلد ده متغير حسب هل هو أنا حطيت صورة ولا لأ. فالشايلد عندي ممكن يكون image وممكن يكون text. فده التكست بتاعنا اللي هو اسمه no image selected yet بالشكل ده. selected في سي هنا. هلاقي إن هو الكونتينر خد الويدث بتاع السترينج بتاعتنا. عشان أحل المشكلة دي أنا هراب التكست ده بسنتر، راب سنتر، أعمل سيف. الاقي ان رجع الويس بتاعه طبيعي. بعدين بقى ايه، عايزين ان نغير الكالر بتاعه ونكبر الفونت شويه. هنقول له ستايل، تكست ستايل، وهنا اقول له انت الكالر بتاعك دوت، هنخليه كالرز دوت بلاك. هنغير الاوباسيتي بتاعه اللون بلاك، ممكن ينزل شويه كده بالشكل ده. وهبدا ان انا برضو اديه فونت سايز، اقول له فونت سايز خليه 20، ممكن برضو نخليه 25 بالشكل ده. يبقى انا كده عملت التكست. بس هو مش دايما هيكون تكست، ده هو مره هيكون تكست ومره هيكون ايمج. فانا عايز ابدا ان انا
احط هنا في الشيلد ده ايمج بناء على هل انا ضغطت على اللود ايمج فروم جاليري ولا لا. خلينا في الاول بس نعمل الفانكشن بتاعت ان انا اخد صوره من الجاليري. هطلع فوق كده شويه وهنا كده اقول ان انا عندي فانكشن. الفانكشن دي مش بترجع حاجه، اسمها pick image from gallery بالشكل ده. اشيل المسافه اللي هنا، هي اسمها gallery، دي اللي هجيب له الصوره من الجاليري. عايز بقى ان انا ابدا اخد الصوره، هقول له فاينل، نعمل variable هنا اسمه بيك بيساوي، ناخد object من الباكج ايمج بيكر اسمه ايمج بيكر. هاجي هنا اعمل له import. طب جوه الايمج بيكر ده نقول له ايمج، البيك ايمج عايز السورس بتاعها، فالسورس هنا هيكون الجاليري ايمج سورس دوت جاليري. انا هعمل ايه بقى في البيك ده؟ انا هشيك اول على الفاريبل هل هو فعلا انا اخترت صوره من الجاليري ولا ان انا كنسلت وعملت باك تاني، واعمل اف. لو البيك ده مش بيساوي نل فانا هبدا اكتب الكود اللي انا عايزه هنا. طيب بس البروسيس دي ممكن تاخد وقت، فانا محتاج ان انا اويت عليها. علشان اويت عليها فانا هروح هنا واعمل دي اسync، وبعدين هاجي هنا اقول له اويت. فانا هويت على البروسيس دي، واللي راجع هنا ممكن يكون نل، فانا عملت تشيك على اللي هي نل. طيب الفانكشن دي طالما هي اسync فاحنا الفويد بتاعها ده هيكون فيوتشر بالشكل ده. ايه بقى اللي انا عايز انفذه هنا؟ اللي انا عايز انفذه ان انا اخد الصوره دي وابدا ان انا امررها للكونتينر بتاعنا علشان تظهر مكان التكست ده. طيب انا عشان اعمل لود اصلا للصوره فاحنا كنا بنستخدم مثلا ايمج اسيتس، بس انا هنا مش معايا اصلا المسار بتاع الصوره. انا لازم الاقي طريقه ان هي توفر لي ان انا احط صوره في الموبايل ابلكيشن بتاعي وهو شغال من غير ما اكون عارف اصلا المسار بتاع الصوره ده. فاحنا هنيجي هنا نعمل فاريبل، الفاريبل ده النوع بتاعه ايمج بروفايدر، هنسميه selected image. دي الايمج اللي احنا اخترناها. طب اللي انا عايز اعمله ايه بقى؟ هاجي هنا اقول له ان السيلكتد ايمج ده هيساوي فايل ايمج، وهبدا هنا احط له المسار بتاع الصوره. اقول له بيك اللي انا خدتها دوت باث. بس هنا الفايل ايمج ده عايز فايل، فانا هعمل له عمليه كاستنج. اقول له انت عندك ده كده فايل، وهضيفه لخصين. كده انا خدت الصوره وحطيتها في الايمج السيلكتد ايمج. طب هعمل ايه بقى انا بالسيلكتد ايمج ده؟ المفروض ان انا اغير اليو اي واحط السيلكتد ايمج هنا مكان السنتر. ففي البداية لازم بس أعرف هل أنا اخترت الصورة ولا لسه. فأنا هعمل variable برضو هنا هيكون boolean، هنقول إن هو is image هيساوي false القيمة بتاعته. طيب لما أنا أعمل بيج للإيمج هخلي ال is image ده بترو equal بترو. طب علشان بقى أبدأ إن أنا أغير ال UI فأنا محتاج أحط ده أصلا في set state، وهضيف نفس الأكواد تاني. يبقى كل اللي هيحصل إن أنا لما أضغط على الزرار ده هستدعي الفانكشن دي، هروح أستنى لما الصورة أختارها من الجاليري، وبعدين هتشيك هل هي نل ولا لأ. لو مش نل هعمل سيت ستيت للقيم الجديدة بتاعة السيلكتد ايمج والإز ايمج. أنا عايز ليه سيلكتد ايمج علشان يوفر لي طريقة إن أنا أعرض الصورة عندي في الموبايل أبلكيشن من غير ما أعرف المسار بتاعها، زي ما إحنا ومن غير برضه ما نحط المسار بتاعها في الباب سبيك دوت يم. طب الإز ايمج ده علشان بس يحدد لي هل انا هعرض التكست اللي اسمه نو ايمج سيلكتد يت ولا انا هعرض السيلكتد ايمج. طب هنستخدمهم ازاي؟ هنزل تحت كده اقول له انت بقى مش هتعمل لي نص سنتر كده مره واحده، انت هتشيك الاول از ايمج. لو هي فعلا صوره فانت هتضيف لي صوره هنا، تقول له ايمج تحط علامه استفهام. ولو ما كانش صوره فانت هتسيبها لي زي ما هي سنتر. طب جوه الايمج ده عايز ايه؟ عايز ايمج، والايمج هنا هنجيبها من فين؟ من selected ايمج اللي احنا الفاريبل اللي احنا عاملينه. عايز احط النوع بالشكل ده، اعمل سيف. عايز بقى ان انا استدعي الفانكشن بتاعتي دي، هروح للزرار ده اللي هو اول زرار عندي. خلاص كده انا خلصت يعتبر الكونتينر ما عادش فيه اي حاجه.
هقفله وهروح بقى افتح الروم. اول زرار عندي اللي هو اللود ايمج فروم جاليري، هقول له انت خلاص بقى انت عايز الانتر بتاعتك هتكون بيك ايمج فروم جاليري. برضه نعدل الاسم بتاع جاليري هنا. عايز اجرب انا الفانكشن دي، هضغط لود ايمج. طب حصل مشكله فانا محتاج ان انا اقفل التطبيق واشغله تاني. اروح على المين وبعدين اعمل رن. هبدا بقى ان انا اجرب. هعمل لود لان هو فعلا فتح لي الجاليري، وبعدين اقدر اختار صوره هيحملها لي هنا. تمام، هختار صوره تاني برضه حاجه زي كده. هنلاحظ ان الصور بتاخد مكان في الكونتينر بتاعنا حسب حجم الصوره النفسيه، فانا عايز اظبط الموضوع ده. هروح للكونتينر نفسه وهقول له انت هنا في الايمج هتعمل لي الايمج فيت فيت دوت فيل. اعمل سيف. هلاقي ان اصلا الصوره غطت على الكونتينر والشغل اللي انا كنت عامله في الديزاين بتاع الكونتينر. هعمل ايه؟ هروح كده على الكونتينر نفسه واجي مديله هنا بادنج من كل الاتجاهات القيمه 10. سيف. ممكن نخليها 15. سيف. بقى بالشكل ده، فمهما كان السايز بتاع الصورة فهو دايما هيكون الشكل ده كله كده ظاهر عندي. نعمل له لصورة تانية بقى برضو ايه بالشكل ده. طب عايز بقى ان انا ابدأ انزل المسافة دي، ممكن اصلا على الكونتينر اديله مارجن من تحت دوت اونلي باتون بقيمة 60 لان هو خد المسافة دي. طب عايز بقى ان انا انزل اصلا الديزاين ده كله تحت، اروح على الكولوم الاساسي واقول له مين اكسس الاينمنت وهخليه سنتر. اعمل سيف بقى بالشكل ده. يبقى انا كده قدرت ان انا اوصل للديزاين بتاع الشكل ده. عايز بقى ان انا لما ارود الصوره يغير لي كل باتون من دول. يعني انا كان عندي هنا باتون بالشكل ده كل واحد بيعمل فانكشن معينه. انا عايزه هنا بقى يخلي ده بريدكت ايمج وده سيلكت انذر ايمج وكل واحد برضه يعمل فانكشن معينه خالص. هعمل ده ازاي؟ انا عارف ان انا لما ارود الصوره الفاريبل اللي اسمه از ايمج ده بيشتغل. فانا ممكن اروح على الرو واكرر نفس الرو ده برضو، بس هقول له بقى انهي واحد منهم يظهر حسب الاز ايمج القيمه بتاعته. هقول له انت هتتشيك على الاز ايمج، لو هو كان بفولس فمعنى كده انا عايزك تظهر لي ده كانه اصلا مفيش اي صوره عندي. ولو هو كان بترو فانا كده حملت صوره، فانت هتظهر لي الاثنين باتون دول. الاولاني التكست بتاعه هيكون بريدكت ايمج، والتاني سيلكت انذر ايمج. اعمل سيف. طب هنعكس الشرط لأنه هنا لو كان بترو فهو هيشغل ده، فأنا هعكس الشرط علشان لما يكون فولس هو هيشغل ده. أعمل ريستارت هنا لأن أنا ما عنديش ولا صورة وعايز إن يطلب مني إن هو لود ايمج فروم جاليري أو من كاميرا. هضغط على الجاليري بعدين هختار الصورة دي. هلاقي إن كل باتون من دول اتغير غير التاني. هاجي بقى في الكولوم اللي تحت ده أقول له أنت هنا مش عايزك تعمل لي فيديو فروم جاليري لأ. كمان الأمر برضو هنا لأ، ده أول واحد. هنزل تحت كده اشيل الفانكشن دي من هنا وعايز اعمل الفانكشن اللي بتبريدكت. وكمان الامر عايز اعمل الفانكشن اللي بتخليني ان انا اسلكت صوره تانية، تمسح له الصوره من هنا وتخليني اسلكت صوره تانية. ازاي نعمل السلكت انذر ايمج؟ هاجي هنا اقول له هتعمل لي سيت ستيت وتخلي لي الفاريبل اللي هو اسمه از ايمج ده فولس. طيب خلينا برضو نجرب دي قبل ما نعمل هنا. اعمل سيلكت انذر ايمج الاقيها فعلا رجع لي كان انا عايز لسه اختار صوره تانية. لود ايمج هاخد الصورة دي بعدين أسلكت أنذر ايمج برضه لود ايمج وهاخد صورة تانية زي ما أنا عايز. عايزين بقى نعمل الفانكشن اللي هتعمل لي بريدكت. الفانكشن دي هي مش هتكون فانكشن هنا، هتكون فانكشن في الصفحة التانية اللي هي بتاعت اللي بريدكت نفسها بقى. فاحنا خلينا نعمل الصفحة التانية والزرار ده هو بيوديني على الصفحة التانية. إن شاء الله ده اللي هنعمله في الفيديو القادم. والسلام عليكم.